اكيد البحث عن الالقاب، حاضر هذا الموسم بدوري ابطال افريقيا، تخطى خلال الدور التمهيدي لاستدعاء اكيد الناخب الوطني هو اللي درك الحديث حول المهدي بن عبيد حارس مرمى فريق الرجاء، ولو ان التمرير الاول كان اضطراري لجوزيف زيمباور بعد الطرد ديال عبد الله خالد ودخول بشعيب عراسي والاستغناء على زكريا الوردي، الان خروج نوفل العزروني اللي قدم مستوى طيب، كان وراء الهدفين دخول ايمن حسين. يوسف العبري اول لمسه لايمن حسين، زريده تمريره في تجي يوسف بوزوق، هذه فرصه لهدف فريق الرجاء. يوسف بوزوق الانطلاقه ديال عصام البدوي على مستوى الجهه اليمنى، البدوي الدخول داخل منطقه الجزاء، فرصه لان ايمن حسين كان امام المرمى. نتابعوا مره اخرى هذا المرتد الهجومي، تمريره من يوسف بوزوق لعبد الصمد، البدوي حاول طلب الكره ايمن حسين امامه جوج ديال اللاعبين دائما اختار الكره ايمن حسين، ولكن ايمن حسين لزريده، انطلاقه ديال ايمن حسين، فرصه لبدل فريق الرجاء، ولكن هناك تغطيه العوده ديال حاتم الصوابي صراحه. محمد زريده، انطلاقه ديال ايمن حسين وصل للكره، ايمن حسين دائما اختار الكره، هذه فرصه لفائده فريق الرجاء. يوسف العبري مشات الكره عند لاعب ايمن حسين اللي تمكن من تسجيل وتوقيع 13 هدف. الحضور الكبير لجماهير فريق الرجاء هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس في لقاء الكلاسيكو. يوسف بالعبري عند الكاميرا، تمريره في اتجاه اللاعب ايمن حسين، تدخل بوشعيب عراسي، شطات الكره لايمن حسين، ايمن حسين كيمر في اتجاه اللاعب يوسف العبري الحكم كيمنع خطا اللي متقدم على المرمى ديالو، الراسيه ديال ايمن حسين، هذه فرصه روجر اولو لعبت الكره طويله، ايمن حسين خدا الكره لمحمد السوب، لعبت الكره طويله في اتجاه ايمن حسين الراسيه، ولكن الكره سهله، كره من روجر اولو، هذه فرصه لفائده فريق الرجاء. ايمن حسين ولكن الان هناك تكافؤ على مستوى اكيد لاعبين، هذه فرصه كاميرا شاديه بالكاميرا.